السلام عليكم، جمعتكم مباركة دائما إن شاء الله. اليوم الجمعة الأولاد بعد الصلاة قالوا لي يا بابا بدنا مشتهين ناكل فروج بسوريا، وإن أول ما جينا لهلا عن جد ما اشترينا فروج أبدا، كلياته قضيناه طبخ لأن مشتهي الطبخ السوري، خاصة النكهة السورية غير. اليوم يجي لنا فروج، رح نعرف شو سعر الفروج. طبعا الفروج بكفي 3 أشخاص أو 4 أشخاص إذا ما كانوا أكيلة كتير، 4 أشخاص. بدنا نعرف شو تسعيرته وشو بيجي معه. تعال أقول لك، خليك مثل ما أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الفروج بيجي معاه فقط بطاطا، بيجي معاه بطاطا. بسم الله ما شاء الله، اتفرج على هالمنظر. بس بطاطا ومعاه كيس تومية ورغيفين خبز. شو حقه هذا الفروج بسوريا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات كل محافظة شو حق هي الوجبة عندكم بسوريا. فروج كامل مع بطاطا وتومية ورغيفين خبز. طبعا أنا معاه جبت نص كيلو حمص مسبحة، وعطاني معاها شوية حب الزلمة. التسعيرة هذا الغداء بشبع 4 أشخاص، ترى بزيد من الحمص لأن الحمص لحاله بشبع يعني كمان. الفروج عامل 55,000 جنيه، 55,000 ليرة سوري. أخذ عقلي على الجنيه المصري. أنا عامل 55,000 جنيه مصري، بتعرفوا قديش يعني 1100 دولار. عامل 55 ليرة سوري، 55,000 ليرة سوري. والنص كيلو الحمص ب 12,000، يعني صارت التسعيرة 62 67,000. السعر صار 67,000 غدانا، وجبنا معاها طبعا بيبسي مشان الواحد يعرف هيك يهضم وهو عم ياكل. اكتبوا لنا بكل المحافظات السورية شو التسعيرة عندكم، هذا غالي ولا رخيص؟ 55,000 معاه بس بطاطا ورغيفين خبز وكيس توم، غالي ولا رخيص؟ اكتبوا لنا بالتعليقات إذا غالي ولا رخيص بالنسبة لمحافظاتكم. تحياتنا للكل، تفضلوا تغدوا معنا.